في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف دون رد أمام المنتخب الأرجنتيني، عبر النجم الفرنسي من أصول جزائرية زين الدين زيدان عن أسفه لهذه النتيجة، مؤكدا في الوقت نفسه أن حظوظ الخضر في بلوغ الدور المقبل ما تزال قائمة ولم تتبدد بعد. وعند سؤاله عن أداء الحارس لوكا زيدان وتحمله مسؤولية الهدفين الأول والثاني، رفض زيدان تحميل نجله مسؤولية الخسارة، مشيرا إلى أن الفارق الحقيقي في اللقاء كان الجودة الفردية التي يمتلكها ليونيل ميسي، سواء من حيث التحركات الذكية أو استغلال المساحات وإنهاء الهجمات بفعالية. كما شدد على أن سيطرة المنتخب الأرجنتيني على منطقة الوسط منحت التانغو أفضلية واضحة، وجعلت مهمة أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أكثر تعقيدا طوال مجريات المباراة. وختم زيدان حديثه برسالة دعم للمنتخب الجزائري، معربا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تجاوز هذه الكبوة والعودة بقوة في المواجهتين المقبلتين، كما تمنى التوفيق لنجله لوكا في مواصلة مشواره مع الخضر.